احنا كلنا بنخاف من المستشفى، ومع ذلك هي الاختيار الأول لينا. كير هاب غيرت شكل الرعاية الصحية في مصر. كير هاب خلتنا نقدر نختار اللي بيطمنا ونقدر نتعالج في البيت. دلوقتي وقت ما تحصل حالة طوارئ، اللي بيرد عليا في التليفون دكتور، مش مجرد موظف. الطبيب بياخد منه الشكوى المرضية ويبدأ يوظفها توظيف صحيح، ويبدأ يحرك له فريق، مش مجرد فريق طوارئ، انما ده فريق متكون من طبيب عناية مركزة ومعاه اي سي يو فان كاملة فيها كل الأجهزة اللي المريض يقدر يحتاجها لو اضطرت الحالة ان احنا نقلب بيت المريض الى غرفة عناية مركزة. والمكونات بتبقى كالآتي: جهاز تنفس صناعي، وصلات اكسجين، جهاز صدمات كهربيه، جهاز رسم قلب، وكل الاجهزه اللي المريض ممكن يحتاجها. حتى ولو احتاج غسيل كلوي بيبقى متوفر معانا برضو مكان غسيل كلوي. بيكون معاك طبيب عنايه مركزه مقيم، يكون معاك تمريض مقيم 24 ساعه، يكون في استشاري بيمر على الحاله بنفسه عشان يطمن من تنفيذ الخطه العلاجيه بصوره واضحه وصحيحه. والاهل بيكونوا عارفين كل التطورات الطبيه من غير ما يضطروا يجروا ورا الدكاتره عشان يعرفوهم الحاله الصحيه وصلت لحد ايه. والنتيجه بتكون نسب عدوى اقل ونسب شفاء اعلى بنسبه 30%، لان العلاج في بيتك وفي وسط اهلك وفي امان نفسي حقيقي.